عليكم، مساء الخير الاخوان. نتمنى ان شاء الله كاملين تكونوا بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا النهار غادي نشارك معكم السلالات النقيه اللي كاينين في المزرعه، واللي غادي نكونوا فيهم ان شاء الله، اللي غنوفروا فيهم البيض المخصب والكسكوت للاخوان. واحد الحاجه، كنشكركم بزاف الاخوان على الدعم ديالكم وعلى اللايك ديالكم والكومنتات ديالكم الزوينين. شكرا بزاف. واللي خاصو شي حاجه مرحبا، واللي عنده شي مشكل حتى هو مرحبا. راه سواء تقضيتي عندنا سواء ما تقضيش عندنا، راه الواتساب محلول للجميع. يعني اي واحد عنده شي مشكل، يعني شي حاجه تنعرفوها، راه ما نخبيوش عليكم اي حاجه. مرحبا والف مرحبا. اليوم غادي نمشيو نضربوا واحد الدوره عند السلالات. هذه راه تقريبا الوحده ديال النهار. يلاه ساليت شي شغالات كاملين هاد الوقت هذا، نسالي الحمد لله. دابا غادي نمشي ان شاء الله نشوفوا السلالات ونشوفوا البيض، اللون ديال البيض. بس الاكثريه شنو كيداير هذا البيض، كيداير البيض ديال هاد السلاله، كيداير البيض ديال هاد السلاله. اليوم غادي نشوفوا الالوان ديال البيض، ومنها نتولعوا مع السلالات النقيه اللي هما 7 ديال السلالات اللي كنتوفر عليهم في المزرعه. اول سلاله غنمشيو عند الاسترالوب الاسود. اللهم بارك، ما شاء الله تبارك الرحمن. الاسترالوب الاسود دم جديد اللي عندي في المزرعه، اللهم بارك الله، بدا الرشين ما شاء الله. المهم دابا راه بدا بشي 20 يوم هكاك، يعني تقريبا راه غادي نجربوا البيض. السيمانه الجايه ان شاء الله غادي نجربوا البيض، نشوفوا واش كاين شي خصوبه ولا لا، باش نبداو ان شاء الله نسوقوا للاخوان. بالنسبه للبيض، هذا هو اللون ديال البيض ديال الاسترالوب، اللهم بارك اللهم بارك. هذا تشوفوا، هذا هو اللون ديال البيض الاسترالوب الاخوان. هذاك هو اللون ديال البيض ديال الاسترالوب، اللهم بارك. وهادو هما الاناث باش غنخدم هذا الموسم ان شاء الله. وحطيت معاهم 2 كرات 9 الاناث باش تكون الخصوبه مزيانه. نقصت واحد الانثى، كنت كندير 10 الاناث مع 2 ذكور. هاد المره نقصت واحد الانثى باش نشوف الخصوبه هو الاول. خصنا تكون عندنا الخصوبه ما امكن طالعه. الحمد لله. بالنسبه لهاد السلاله ديال الاسترالوب، هاد الدم جديد راه ابتداء من الاسبوع الجاي غادي نبداو نجمعوا البيض ديالهم ان شاء الله، من بعد ما نجربوا الخصوبه الا كاينه. والله يسخر الجميع. ثاني سلاله غادي نمشيو عندها هي سلاله سوسيكس تريكولور. هو راه دخل في البداله، ولكن غتكون عنده غير بداله خفيفه. مع الاناث راه مازال ما سالاوش العام. فينا الاناث دابا كون عندهم 9 شهور هكاك، كما كتشوفوا الفصه راه ديما تنجيبها لهم في هذه الوقيته. الاناث ديالنا اللهم بارك هما هادو. شي وحدين غادي يدوزوا في البداله دغيا، راه تيبدلوا في الريش، ولكن دغيا غادي يدوزوا ان شاء الله. بالنسبه لهذا الموضوع ديال البداله غادي نطرق ليه مستقبلا، غادي ندير واحد الفيديو في هذه الايامات نيت باش نوريكم شي طريقه اللي غادي الواحد اللي عنده بداله قاصحه باش يعاون الدجاج ديالو يخرج من ديك البداله دغيا. كل ما خرج من البداله دغيا كل ما خدم مزيان. بالنسبه للمواصفات ديال السلالات السوسيكس تريكولور هي هذه، اللهم بارك. بالنسبه للون ديال البيض، راه وحده اللي بيضات مع كما قلت لكم هو هذا. راه دخلت الدجاج، هاد الاناث داخلين في البداله، البيض ديالهم هو هذا. غير وحده اللي بيضات، والعشيه ان شاء الله يرى بيضو ديال الولاعه ديال السوسيكس تريكولور، اللهم بارك. واحد السلاله اللي مزيانه معنا عيان، خصها غير شويه ديال الاهتمام. وفي التحويل الغذائي راه مخيره، الانتاجيه حتى هي راه مزيانه الحمد لله. والله يدير لي فيها الخير. الفصه ديالهم شويه د المسرح هنا، خصني نشدو معاك يضربوا لي الذكوره ديال الاسترالوب مع تيشوفوا بعضياتهم. خصني ندير ليها واحد اللعيبه باش نتهنى من ديك المضاربه. ثاني حاجه غادي نمشي، ثالث سلاله غادي نمشيو نشوفوها هي سلاله الليغور الابيض، ملك انتاج البيض. والله العظيم الا ما سماوش ملك انتاج البيض ثاني بالصحراء، اللهم بارك ما شاء الله. الانتاجيه عند لاليغور الابيض راه ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم بارك ما شاء الله تبارك الرحمن. احسن سلاله انتاجا للبيض، بلا ما يقول لكم شي واحد على استرالوب لا هم يحزنون. افضل سلاله انتاجا للبيض هي لاليغور الابيض، واللي رباه هو اللي غادي يعرفها. هاد السلاله اللهم بارك ما خداتش حقها في المغرب مع بسبب اللون ديال البيض ديال اللون ديالها الابيض. ولكن هادشي بسبب السمسريه وهادي اللي ما تيفرقوش، اللي تيبغيو واحد الفروج وهادي بزاف ديال الهضره كتقال تما. ولكن راه الانتاجيه اللهم بارك ما شاء الله، راه واحد الانتاجيه راه تبارك الله. راه اللي ربا السلالات اللاليغور الابيض هو اللي غادي يعرف الفرق في الانتاجيه ما بين هاد السلاله والسلالات الاخرين. راه واحد السلاله ما شاء الله. وحاجه اخرى، راه الحجم ديال البيض راه اللهم بارك، هي الانتاجيه ديالها اليوم. راه الحجم ديال البيضه الاخوان راه ما شاء الله، راه البيضه راه كدور تقريبا 70 غرام للفوق.
البيض كامل كيدور عندي 70 غرام الفوق. والاناث يلاه 8 شهور حتى هما، راه هادو يلاه عندهم 8 شهور تقريبا 9 شهور. الذكور لا، مع بدلت الذكور جبتهم عند واحد الدري هما كبار غادي يدخل. قلت لكم الاخوان راه السلاله اللهم بارك من ناحيه انتاج البيض، وراه مازال ما عندناش في المغرب شي مواصفات عاليه ديال الليغور الابيض. راه بهاد المواصفات اللي غادي نقولوا عليهم 80% اما 90% محال واش كاينين في المغرب من ناحيه الليغور الابيض. راه اللهم بارك في الانتاجيه. راه كون عندنا شي سلاله ولا شي واحد مدخل سلاله من برا ديال الليغور الابيض وعطاه واحد القيمه نقيه وحافظ على الدماء، راه غادي تكون الانتاجيه متاكد غادي تكون الانتاجيه احسن من هذه اللي عندنا حاليا. راه اللهم بارك، راه تبارك الله ما شاء الله. هاد السلاله ما خداش حقها بزاف في المغرب، ولكن كاين المربيين خدامين بها حيت عارفين القيمه ديالها من ناحيه انتاج البيض. والله يدير لي فيها الخير. نمشي نديكم دابا عند الليغور الارجنتي. بالنسبه للناس اللي يقولوا بلي انه الليغور الاحمر والليغور الابيض والارجنتي نفس الانتاجيه، راه ما كايناش. نفس الانتاجيه. الليغور الابيض راه احسن منهم كاملين، اما الليغور الاحمر والارجنتي الاخر الارميني والالوان الاخرين راه عندهم نفس الانتاجيه. ولكن في الليغور الابيض راه فايتهم في الحجم ديال البيض، وفايتهم في الحجم ديال في المعدل الانتاج السنوي اللي عنده. اللهم بارك. هادو هما الاناث اللي عندنا، 7 الاناث وجوج ذكورة من ناحيه الليغور الابيض. الليغور الارجنتي المواصفات اللهم بارك حتى هما راه مواصفات نقيين. الدماء ديال عبد الرحمن التحيوي. الذكور حتى هما نفس الدم ديال عبد الرحمن التحيوي، غير هما الذكور كبار على الاناث. هذا تولعوا مع اللهم بارك مع الاناث ديال الليغور الارجنتي. اللهم بارك ما شاء الله. حتى هما في الانتاجيه الحمد لله مخيره، غير هو في الحجم ديال البيض راه ماشي بحال الليغور الابيض، وحتى في الانتاجيه راه ماشي بحال الليغور الابيض. الذكور راه دخلوا في البداله، بدات ليهم البداله، وصلت ليهم بداو بهذيك، بداو بالدايل ديالهم. هما فين بدات البداله راه كاملين مطيحين الدايل وطيطلعوا واحد جديد. ان شاء الله غادي يبدلوا البداله وغيكونوا في واحد المستوى نقي ان شاء الله فاش غادي تفوتوا في البداله. بالنسبه للبيض ديال الليغور الابيض راه بحال الليغور الارجنتي، بحال الليغور الابيض الحجم متوسط مزيان ما بين 50 حتى ل 60 غرام، ولكن كبير عليه. هذاك كبير عليه الليغور الابيض حيت هو عنده الحجم ديال البيض مخير، عنده 70 غرام الفوق. اللهم بارك. شوف دابا نشوفوا السوسكس الارميني ما شاء الله تبارك الرحمن. الحاجه الزوينه في الليغور عموما الالوان كاملين هو انه تيطلع البلاره دغيا. الا تعتمد بواحد الوتيره ديال التهجين مع شي سلاله واحده اخرى لاحمه غيطلعوا واحد الفرارج مخيرين. هادو هما دوك الكتاكيت اللي كنت حولت هنا، هما ان شاء الله نديرو شي فيديو باش نشوفوهم كاملين. دابا خلينا مع السلالات النقيه. هذا السوسكس الارميني اللهم بارك ما شاء الله تبارك الرحمن. مواصفات اللهم بارك، مواصفات عاليه تبارك الله. سوسكس ارميني اللي كيمتاز بواحد المعدل مزيان ديال البيض. تيقولوا 250 بيضه في العام، ولكن نقصوا عليها واحد شويه، حاولوا نقصوا عليها واحد شويه ما غاديش يوصلها بهذا السبب، بسبب ديال الظروف ديال التربيه ديالنا، المناخ ما موفرينش بزاف د الحوايج. نعطيوه 220 تيدور بهكاك 220. ولكن هو المزيان اللي فيه هو انه تيعطي واحد اللحم، واحد الوتيره ديال اللحم، واحد التحويل غذائي مخير. اللهم بارك ما شاء الله. هما الاناث ديالهم الذكور حتى هما 9 الاناث. حاولت نخدم غير 9 الاناث على حساب نوفر شويه ديال الخصوبه. اللهم بارك. بالنسبه للبيض، البيض كريمي بحال الاسترالوب. حتى هو اللون ديال البيض ديالهم شوفوا هنا اللهم بارك ما شاء الله. حتى هو اللون ديال البيض ديالهم. الانتاجيه كما قلت لكم متوسطه مزيانه، المهم مخيره الحمد لله. مع هو تيكون تيعطيك بجوج جوايع، تيعطيك في اللحم وتيعطيك في البيض. بالنسبه للاسترالوب هذا السوسكس الارميني احسن من الاسترالوب من ناحيه التحويل الغذائي، ولكن احسن من الاسترالوب من ناحيه البيض. اللهم بارك. الله يسخر الجميع. نبغى نمشيو عند الاسترالوب الازرق. يلا بداو عندي رشيم. جبت لهم شي ذكوره جداد عند واحد الدري تنعرفو. تبادلنا انا وياه، عطيتو 3 ذكوره وعطاني 3 ديال الذكوره باش نبدلو بهم الدم. الاناث راه من واحد الدم، الذكوره من واحد الدم اخر. حتى هو عطيتو 3 ذكوره وعطاني 3 ديال الذكوره. راه يلاه بداو الرشيم الحمد لله. مازال كاع ما حطيت ليهم شي حاجه فين يبيضوا،
المهم راه تلقى عندهم واحد هي كاينه نيت اللي عطاني بيضه كتبيض واحد الانثى فيهم صراحه ما عرفتش شينا انثى اللي كتبيض، ولكن راه كاينه واحد الانثى كتبيض اللهم بارك. ان شاء الله من دابا 15 يوم 20 يوم غادي توفر البيض ديالهم من هذا الدم، غادي توفر البيض ديال الاسترالوب الازرق اللهم بارك ما شاء الله. الذكوره راه صغار شويه على الاناث، بيناتهم تقريبا شهر وشي حاجه. هاد الذكوره دابا بيناتهم شهر وشي حاجه على الاناث، صغار واحد شويه اللهم بارك ما شاء الله. تولعوا ليا في هذا الفيديو مزيان ودعيو معنا بالخير، الله يرحم لكم الوالدين. حاولوا تدعيو معنا بالخير، اي واحد شاف شي حاجه يقول تبارك الله عجباتو ذكروا الله معنا الاخوان، راه هذا الخير دايرينو نتولعوا به ونولعوا به الناس، واللي خاصته شي حاجه مرحبا. اللهم بارك في الاسترالوب الازرق ما شاء الله تبارك الرحمن. دابا غادي نمشيو عند غادي هذا هو الهجين ديالنا، الهجين ديال الاسترالوب. حطيت معاهم شي حبات ديال الليغور الارجنتي، شي ذكوره بقاو ليا من واحد التفقيجه وواحد التكر ديال الكوني. ها هو بالنسبه للفصه راه تندخلها، راه ما عنديش شي مشكل. المسراح الفصه راه كتنفع، ما كتطلع ليهم مناعه، كتعطيهم لي بروتين. كاين بزاف ما يتقال في الفصه الحمد لله. هو في الربيع غتندخلوا الفلالس عادي، الناس اللي تيخافوا من الربيع تيقولوا تيديروا تسمم وداك الخير، ما عرفت كيفاش تيخدموا والله اعلم. بالنسبه لاخر بوكس اللهم بارك اللي فيه واحد السلاله طيه ما شاء الله من ناحيه البيض ومن ناحيه اللحم تبارك الله ما شاء الله، اللي هي سلاله الليغور سلاله عزيز عندي الليغور داكشي علاش تنقول فيما دخلت تنقول لكم الليغور سلاله نيو هامشر، مواصفات عاليه اللهم بارك ما شاء الله تبارك الرحمن. عنده واحد المواصفات الاخوان ما شاء الله اللهم بارك ما شاء الله اللهم بارك. الليغو هذا عاوتاني الليغور نسيت. نيو هامشر ما شاء الله، حتى واحد مع غير 8 ديال الاناث، مع هو تيطلع اللحم بزاف سبحان الله، تيطلع احسن من السوسيكس. نيو هامشر تيطلع احسن من السوسيكس في اللحم. داكشي علاش حتى 8 ديال الاناث باش تكون خصوبه نحاول ما امكن نخدم على الخصوبه. راه واخا الخصوبه راه كتطلع بعض المرات وبغات تنزل بعض المرات، راه الحاجه الوحيده اللي تنقول الاخوان هو التعويض ديالهم راه ما تيضيعش. شتي واخا نعطيك 200 بيضه وتلقى 200 بيضه ما مخصباش، غنعاود نصيفط لك 200 بيضه، راه ما عنديش غرام ديال المشكل. داكشي اللي خلصتيه خص تلقاه مخصب. داكشي عشان نحاول ما امكن نحط غير شي اناث قلال اللي غادي تعطي لي واحد الخصوبه مزيانه. والذكور راه تنحط كل 4 د الاناث 5 تنحط معاهم ذكر واحد. هادشي اللي كاين. المواصفات كما شفتوها هي قدامكم اللهم بارك ما شاء الله. هادو راه يلاه غادي يقفلوا 6 شهور 6 شهور ونص، مازال ما عندهمش كاع 6 شهور ونص اللهم بارك، ولكن راه بداو في البيض تقريبا في 5 شهور ونص. دابا راه تقريبا كلشي تلمصا في البيض الحمد لله. غادي نوفروا بالنسبه لهذا البيض جربته، هذا راه اليوم فوا بداو الرشين بواحد 3 ايام، جمعت دوك البيضات طلعتهم في الفقاسه مخيرين، يعني شي جوج تفقسوا جوج الاخرين ما تفقسوش. ما عرفتش شحال ديك اللي درت 4 البيضات وقيله اللي درت جوج، المهم جوج تفقسوا. دابا راه عندي الكتاكيت ديالهم الحمد لله، نتمنوا يطلعوا بخير. البيض ديالهم اللي غادي يتوفر ان شاء الله تقريبا في هاد الايامات نيت ان شاء الله يتوفر البيض ديالهم. يعني حتى هما راه غادي ندخلوهم دابا مع الناس اللي نصيفطوا لهم البيض ديال السلالات، راه غادي نبداو نصيفطوا لهم حتى هما نيو هامشر. هادشي اللي كاين. نشوفوا اللون ديال البيض، واحد الانثى كاينه هنا. هما البيض ديال نيو هامشر حتى هو بحال ديال الاسترالوب ما شاء الله تبارك الرحمن كريمي، بحال الاسترالوب وهذاك بحال الاسترالوب والسوسكس ما شاء الله اللهم بارك الله يسخر الجميع. هما الذكور ديالنا. بالنسبه للذكور راه مازال ما كملوش المواصفات، ديما الوزن الثقيل بحال الاسترالوب السوسيكس هذوك الاخرين، عكس الليغور دابا يتلقى في 6 شهور سالا المواصفات ديالو 6 شهور 7 الى حتى 8 شهور. اما الوزن الثقيل بحال نيو هامشر السوسيكس الاسترالوب تلقاهم تيجبدوا حتى العام عام وشهرين راه تيبانوا المواصفات كاملين. هادشي اللي كاين الاخوان في هذا الفيديو، نتمنوا تولعوا معنا مزيان. اللي خاصته شي حاجه مرحبا، ولا شاف شي حاجه عجباتو يذكر الله. الله يسخر الامور ولا يسخر الجميع. تحياتي لكم، فيديو جاي ان شاء الله.